السلام عليكم. أنا هيثم توفيق، ودي قناة هنتعلم فيتنس. جالي سؤال تاني، المرة دي بيتكلم برضو عن الواي بروتين، بس بيتكلم عن إن مش الواي بروتين بيرفع الأنسولين. طيب أنا إيه المشكلة بقى؟ يعني ما أنا ممكن أستخدمه طالما إحنا هدفنا إن إحنا نرفع الأنسولين. ما خلاص، ما ده بيرفع الأنسولين، إيه المشكلة؟ الفكرة كلها هو بيرفعه ليه؟ وهل بنفس قوة وتأثير الكرب ولا لأ؟ الإجابة لأ، مش بنفس القوة ولا نفس السبب أصلا. الواي بروتين بيرفع انسولين علشان يدخل الأحماض الأمينية جوه العضلة، لكن الكرب بيرفع انسولين عشان يشحن الطاقة ويقفل الكورتيزول ويعبي الجلايكوجين جوه العضلات. اتنين سبايك مختلفين تماما ولغايات مختلفة أو أسباب مختلفة. الانسولين بتاع الواي اولا ضعيف قصير المدى، ما بيقللش كورتيزول وما بيملاش الجلايكوجين، وسكر دمك اساسا مش بيعلى معاه، يعني جسمك لسه اصلا جعان طاقه ولسه في وضع هضم. لكن لما بتاخد كرب عالي، الجلايسيميك اندكس بتاعه عالي، الانسولين بيعلى جامد، الكورتيزول بينزل بسرعه، الجلايكوجين بيتملي والجسم بيدخل في وضع بناء مش هدم. ماشي، ده مش بيحصل ابدا مع الواي لوحده. الفكره كلها لما تجمع واي مع كارب في نفس، يعني بعد التمرين الانسولين بيعلى 3 4 مرات اعلى من الواي لوحده، وبتدخل في اقوى مرحله بناء عضلي ممكن جسمك يشوفها. الواي لوحده سبايك صغير، الكارب لوحده سبايك قوي. واي وكارب اقوى سبايك، وبتدخل في مرحله الانابوليزم او في الانابوليك ويندو في اليوم كله، يعني هتبقى اقوى سبايك بالنسبه لك في اليوم كله. عشان كده الرياضيين اصلا في العالم كله بياخدوا الاثنين مع بعض. فاللي يقول لك خد واي وده بيغني عن الكارب، قول له لا، يعني هم مستحيل يكونوا بنفس الكفاءة. ويعني فعلا جسمنا محتاج كارب بعد التمرين مع الواي علشان اقدر استفيد من الواي بروتين اصلا اقصى استفادة. لو عجبك المحتوى يعني اعمل سبسكرايب او ولايك للفيديو، بحيث ان ايه المحتوى دوت يوصل لاكتر ناس. السلام عليكم.